اهلا بيكم في فيديو جديد، ودلوقتي هنتكلم عن جيت هاب. جيت هاب من الحاجات الاساسيه والمهمه جدا لكل ديفلوبر. هقول لك اهم التبس اللي تخلي بالك منها واللي هتخلي البروفايل بتاعك مميز وتخليه حاجه يعني تلفت نظر الريكروتر. خلي بالك ان معظم الريكروترز او الاتش ار بيخش يبص على جيت هاب بشكل سريع. طبعا مش لازم ان هو يخش على السورس كود بتاع كل بروجكت، ولكن جيت هاب المنظر بتاعه والشكل بيدي امبريشن قوي جدا. تمام، فخلينا يلا نبص على الاكونت عندي، واللي هو بالمناسبة مش آخر حاجة up to date. يعني ممكن تلاقيني بقول لك حاجة وأنا مش عاملها، عادي مفيش مشكلة. تمام. طيب أول حاجة بالنسبة للصورة نفس الكلام زي لينكد إن، ولكن هنا مش حاجة فورمال قوي، عادي ممكن تحط أي صورة. تمام، هتحط هنا المكان اللي أنت شغال فيه واللوكيشن والكلام ده كله، أي كونتاكتس. حلو الكلام. هنا دي الكونتريبيوشنز، ده التفاعل بتاعك على جيت هاب، قد ايه انت بتكمت وقد ايه انت بتتفاعل على جيت هاب وشغال على البلاتفورم. ركز على البند ريبو ستوري، اللي هي الريبوز اللي انت عامل لها بند، اللي هي بتكون اهم البروجكتس اللي انت اشتغلت عليها، او ريبو مثلا انت عاملها وجابت ستارز كتير وحاجه زي كده، فتخليها هنا في البند. دول اهم 6 ريبو بالنسبه لي مثلا، فانا حاططهم هنا. تمام، طبعا تقدر تكستمايز البنز بتاعتك من هنا وتعمل لهم ري اوردر بالشكل ده. طيب تركز على ايه بقى جوه الريبو الواحده؟ خلينا نقول لو دخلنا كده على اي ريبو، خلينا مثلا نختار، عايزين حاجه بابليك، خلينا نرجع تاني. طيب لو دخلت على الريبو، مثلا الريبو دي، هتركز على اكتر من حاجه هنا في الصفحه دي مهمه بالنسبه لي. اول حاجه هي البرانشز. لو انت شغال مع حد مهم انك تعمل برانشز وتتبع الجيت فلو، سيرش على كلمه جيت فلو وشوف يعني ايه جيت فلو. فمهم انك تعمل برانشز وتعمل كوميتس. الكوميت مسجز مهمه جدا. هنا طبعا ما تعملش اللي انا ممكن اكون عامله هنا، وهو انك مثلا لو دخلت على الفايلز هنا هتلاقي كلها زي ما انت شايف كده. هنا انا خلصت كل الفرونت اند ابلكيشن، ده كان توتوريال يوتيوب، خلصت كله قمت رافعه مره واحده، كل ده معمول له بوش مره واحده بالكوميت مسج اللي هي انيت رياكت اب. تمام، ده طبعا اكبر غلط. المفروض انك تعمل كل كوميتايه او كل، نسميها مونو، الكوميت ليها هدف واحد بس. تمام، كل تغيير انت بتعمله اعمل له كوميت على طول. تمام، فالكوميت مسجز مهمه. الكتابه بتاعتها دلوقتي بقت بتتكتب بكارسر وجيت هاب كوبايلوت، فما عدتش انت حتى بتكتب الكوميت بنفسك يعني بشكل مانوال. فكل ما تعمل تغيير وهتعمل له بوش وهتعمل له كوميت، اعمل كوميت مسج تكون معبره عن الحاجه او التغيير اللي انت عملته ده. تمام. طيب في برضه conventions كده للcommit messages، مثلا لو هتعمل refactor، لو هتعمل ستايل، لو هتعمل fix، لو هتفكس bug معينة، كل حاجة من دي بيكون ليها prefix معين بتستخدمه. سيرش عن ال get commits conventions وهتلاقيها برضه. تمام. طيب دي حاجات متفق عليها عالميا، يعني كل الناس عارفاها. طيب نركز على ايه تاني؟ ركز على الديسكريبشن بتاع الريبو اللي انت بتضيفه من هنا. ركز على اللينك لو الريبو دي فرونت اند او فول ستاك ليها فرونت اند. لو هي باك اند ممكن تحط اللينك بتاع الدوكيومنتيشن على بوست مان مثلا او على سواجر. بعد كده بيكون في هنا برضو تاجز ممكن تضيفها اعتقد من هنا. تمام، تاجز اللي هي مثلا رياكت مش عارف ايه، انت استخدمت تايب سكريبت، رياكت، ساس، ايا كان ممكن تحطهم هنا. طيب هنا خاصة بالريليزز لو في اكتر من فيرجن وحاجات زي كده. وحاجة مهمة جدا هختم بيها وهي الريدمي فايل. الريدمي فايل من الحاجات الأساسية والمهمة جدا. ممكن تضيف ريدمي فايل، هتحط اسم البروجكت، هتحط ديسكريبشن، هتحط التكست تاج، هتحط الانيشاليزيشن، ازاي الشخص بيقدر ان هو يرن البروجكت ده عنده. طبعا هنا الموضوع بسيط، انا مش كاتب كل حاجة، ولكن الفيتشرز والسيت اب بتاع البروجكت ممكن يكون معقد، ممكن يكون محتاج دوكر، محتاج شوية حاجات كده عشان تران بس البروجكت بشكل لوكال. فضيف كل الستبس دي. ضيف برضو اللايسنس لو الحاجة دي ايه ليها لايسنس مثلا. فالريدمي فايل من الحاجات المهمة جدا. كوميت مسجز ما تتجاهلهاش. وهنا هتهتم بالتاجز والديسكريبشن بتاع الريبو واللينك بتاعها. تمام، اعتقد دي كل حاجه مهمه عن جيت هاب، ونتقابل باذن الله في الفيديو الجاي.